عيب على الإنسان أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءك بالحق، جاءك بالرحمة، وهو حريص كيتأسف عليه الصلاة والسلام، كيتألم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم وأن لا يكونوا مؤمنين. يبخع نفسه يعني كيتألم داخليا. هذا الرسول الذي يحرص على نجاتنا نحن، على خيرنا نحن برحمته التي جعل الله في قلبه، يهدينا، يعطينا هدايا الرحمة، هدايا المودة، ومع ذلك نعرض ونرفض هديته، وهو عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بعباد الله جل وعلا. يعني فعلا الإنسان المؤمن حينما يخالف هدي رسول الله وأمره ونهيه، يعني بغض النظر عن قضية العقوبة والحساب، في ذلك سوء أدب مع هذا الرجل العظيم سيدنا وسيد الأولين والآخرين، الذي رفعه الله منازل فوق جميع الأنبياء. يعني رجل عظمته عند الله ومنزلته أعلى منازل الإنسانية مطلقا، كما في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة.